السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غيبت عليكم بزاف، ولكن جيت وجبت معايا واحد الوصفه اللي صحيه 100%، وبزاف الناس كيقلبوا عليها، وجبتها بالسر ديالها باش ما تجيكمش ريحه الخميره بلديه وما تجيكمش المذاق ديالها. كتجي رائعه الخبز بالخميره بلديه. ها هو كيف كتشوفوه قدامكم فش وطالع ومزيان. وبطبيعه الحال غادي نعطيكم شنو كندير باش كتخرج ليا ناجحه 100%، وباش ما كديرش ليا الريحه والمذاق والسر الطياب ديالو حتى هو باش يخرج بحال هكذا. يلا نعطيكم المقادير. اولا غادي نعطيكم باش نصايبوا الخميره البلديه. انا كنصايبها بالدقيق ديال القمح بالنخاله ديالو. سواء كتجيبوه تطحنوه تغسلوه وتنقيوه وتدوه المطحنه طحنوه، ولا الا كتعرفوش الطاحونه كتوقفوا فيها كتشروه بحال هكذا مطحون بالنخاله ديالو. غادي نستعملو. درت انايا تقريبا زلافه ما كاملاش، يعني على حساب هاد القرعه اللي غندير، قرعه ديال الدجاج اللي كتسد مزيان. درتها غير النص لانها غادي تطلع. وبالنسبه للماء اللي غادي نعجنها بها، من الاحسن سواء ماء معدني او هكذا الماء ديروه في شي حاجه ديال الطين باش كيكون ماء طبيعي 100%. صافي كنبقاو هكذا غادي نعجنو غير بهاد المعلقه د العود. تجي العجينه بحال هكذا خفيفه، ما تجيش عاقده وما تجيش عاوتاني جاريه بزاف، بحال هكذا كيف كتشوفوا، بحال العجينه مطلوقه. هذه التميره من الاحسن اختاروا هذا التمر اللي هكذا كيكون هكذا تيكون معسل واحد شويه. صافي درت جوج ديال التميرات، حيدت ليها العليفه ديالهم ودرتهم وسديت عليهم. غادي يبقاو 48 ساعه. في الصيف راه غير 24 ساعة كافية باش كتشوفوها تضاعف ليها الحجم. دابا بدا الحال كيبرد واحد شوية، 48 ساعة ما تحلوها ما والو، حتى تبان لكم هكذا. دارت هاد الفقاعات بحال هكذا وطلعات، وشتو كيفاش درنا غير النص ودابا تزاد النص الاخر. شوفي كيفاش كتجي مسلكة بحال هكذا. هادي معناها انها ناجحة. صافي غادي نديرها كلها هي، وغادي نحيد دوك التميرات بلا ما نديرهم في العجينه. انا درت الخميره كامله، الكميه كامله اللي صايبت، وغادي نزيد عليها الدقيق ديالي. يعني ديروا نتوما القدر د العجينه اللي كيناسبكم. انا بالنسبه لهاد الكميه ديال الخميره فكندير تقريبا كيلو ديال دقيق القمح بالنخاله ديالو، ونص كيلو او لا ما كاملش 300 غرام ديال الفرينه البلديه حتى هي بالنخاله ديالها، وصافي شويه د الملحه. وكنعجنوا العجينه ديالنا، سواء عجنوها بيديكم ولا بالعجانه بحال بحال. وضروري ما تديروش العجينه قاصحه، تجي بحال هكذا مدلوكه مزيان وهكذا تبقى خفيفه ما تجيش قاصحه. ضروري ان الخميره بلديه ما كتبغيش العجينه تكون قاصحه. صافي بحال هكذا غادي نبدا غنخليها ترتاح غير واحد 10 دقائق على ما نوجد هذاك الشيء اللي بغيت ندلكها نقرصها به. صافي وندوزو للتقراص. بالنسبه للدكراس كنحتاج واحد الزليفه درت فيها شويه د الماء، شويه ديال الدقيق القمح بالنخاله ديالها هي اللي باش غادي نقرصها، وشويه ديال لي غان. استعملوا لي غان اللي عندكم. انا هنا درت زريعات نوار الشمس، درت زريعات القرعه، شويه ديال حبوب لي فلوكون دافوان، وشويه ديال زرعت الكتان. ديروا اللي عندكم، شويه الزنجلان، ديروا اللي بغيتو. فكناخذ العجينه، انا ندير خبيزات صغيورين كنقطعها هكذا كويرات في القياس اللي بغيت وكنخدمها هكذا. صافي ندير ليها الدقيق ونحطها ونبقى هكذا مكمله حتى ندير دائما شويه د الماء في يديا باش ما تلصقش ليا العجينه، لانها راه جاريه شويه. ونقادها حتى نقاد ديك الكويره د العجينه ديالي، الخبيزه ديالي، ونحطها في الدقيق. نبقاو هكذا مكملين حتى نكمل الخبيزات كاملين. ومن نفس العجينه غادي نصايب المطلوع. انا بالنسبه للخميره فشفتوني درت الكميه كامله، وهذا هو السر باش ما كتجيش حامضه بزاف وما كيجيش فيها داك المذاق مجهد. وكيبغيوها سواء الكبار ولا الصغار. كاينين الناس اللي كياكلوا عند الخبز وما كيعرفوش باش الخميره بلديه، حتى كنقولها لهم تالمون ما فيهاش داك المذاق باين وديك الريحه مجهده، لانني كنستعمل الكميه كامله
وكنعاود عاوتاني نصايب وحده اخرى. انا كنعجن 2 المرات في الاسبوع، وهاد الكميه اللي كندير كتكفيني ل2 المرات في الاسبوع. فالنهار اللي كنعجن فيه، مثلا اليوم الخميس انا عجنت، درت شويه د المطلوع وشويه د الخبيزات. ما غادي نعاود نصايب الخميره حتى نهار السبت، باش عاوتاني نهار الحد ان شاء الله ولا الاثنين نعجن بها. كيف كتشوفوا درت شويه د الماء على الوجه ديال الخبيزات، قرصتها بشويه د الماء، ودرت ليها هاد لي غران اللي كنت دايره في الطويسه ديالي. وراه ما كنقرصوهاش بزاف، غير شويه سطحتها، وكنستعمل الموس. شتي راه ماشي كنقرصو بزاف، كنخليوها باينه شويه، وكناخذ الموس وكندير به بحال اللي كنقسمها على 4 خطيطات، كنغرقهم واحد شي شويه. نتوما تشوفوا. من بعد غادي نغطيها، غطيوها بشي حاجه وخليوها تخمر على خاطرها. ودابا هاد المطليعات حتى هما صغار، غادي ندير ليهم. انا عندي شويه ديال الحبه السوداء وشويه ديال الزنجلان وشويه د النافع، صافي كنقرصها بهم مع بيان سور الدقيق والنخاله. وغادي نديرهم في البلاطو. وضروري ما تفرشوا لهاد المطلعات، ضروري تفرشوا لهم شي منديل ديال الكوزينه يكون هكذا نقي، لانه العجينه راه مطلوقه شويه وكتطلق هذيك الماء ديالها. الا درتوها منها البلاطو غادي تلصق، فاش تبغيو تهزوها ما غاديش تهز لكم فاسيلمون. وهكذا داك المنديل كيعاونكم حتى باش تهزوا الكريسات هاد المطلعات وديروهم في المقله. صافي انا غطيتها وخليتهم. غادي ياخذوا معايا تقريبا 2 ساعتين ونص حتى ل3 د السوايع باش يخمروا، في الجو اللي ماشي سخون بزاف وماشي بارد بزاف، بحال هاد الوقيته دابا اللي فاش حنا فاش كيبرد الحال راه كنولي كنعجنهم بالليل وكنطيبهم في الصباح بكري فاش كنفيق. ولا في سخونيه فاش كيكون سخون الحال بزاف راه ساعتين كافيه. صافي هاد المطلعات درت المقلاة تسخن، و بوغ المطلعات ما تكونش العافية مجهدة بزاف، ديروا المقلة حتى تسخن ونقصوا العافية تولي موين، يعني غير موية. وصافي وتبقاو كترميو هاد المطلعات حتى يبانوا لكم مازال ما يديروش الفقاعات بزاف، غير واحد شويه، 2 3 دقائق وقلبوهم من الوجه الاخر باش كيجيو منفوخين وكيجيو زوينين. بالنسبه للخبز فانا شعلت ليه الفران، انا عندي فران ديال الضو، دونك شعلت الفوق والتحت ودرتو في الماكسيموم. خص الفران يكون سخون، ودخلت الخبيز ديالي كياخد معايا 15 حتى ل 20 دقيقه. شوفوا المطلعات كيفاش يتنفخوا، كيجيو فريمون ناجحين 100%، ولذاذ وبنان. عرفتي راه كيجي هذا الخبيز لذيذ بزاف. وبيان سور راه كلشي كيعرف الخميره البلديه شحال المنافع عندها، سواء الجهاز الهضمي سواء كاع الامراض ديال الجهاز الهضمي، راه مفيده بزاف لان فيها دوك خمائر طبيعيه. والناس اللي عندهم لاختروز، هشاشات العظام، حتى هي مفيده ليهم. الناس اللي عندهم فقر الدم، يعني بزاف المشاكل الصحيه مزيانه ليهم الخميره البلديه. شوفوا المطلعات انا نقسمهم وشوفي كيفاش كيجيو مفشفشين وفريمون زعما احسن من صايبتهم بالخميره هذيك الخميره العاديه ديال العجينه. والخبيزات ديالي ها هما من بعد ما طابوا، شوفوا كيفاش كيجيو رائعين. انا غادي نقطعهم معكم باش تشوفوا. شتي المطلع مهوي من الداخل مفشفش، شوفوا كيفاش كيبان خامر، هو هذاك. والخبيز حتى هو نتوما شوفوا كيفاش داير. كنتمنى ان هاد الوصفه يعني عجباتكم، وشكرا لكم.